السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في صندوق المعرفة. جميع العملات حول العالم فيها علامات بتميزها وكمان بتحميها من التزوير والاحتيال. ممكن تكون أرقام أو رموز أو علامات كمان مائية. وأكيد طبعا عملة زي الدولار علشان أقوى عملة في العالم فيها كتير من العلامات والتأمين، لأن أكيد في كتير حول العالم بيحاولوا اللي هم يزوروها. بس هل العلامات والرموز اللي على الدولار علامات لتأمينها بس، ولا العلامات دي ليها سبب وكمان رسالة موجهة؟ وهل الدولار بقى مجرد عملة مسيطرة على اقتصاد العالم، ولا بيمثل نظام عالمي بيحكم العالم كله وكمان بيدي رسائل بالهيمنة والسيطرة فعلا على كل العالم؟ ده بقى موضوع فيديو النهارده اللي هنتكلم فيه عن العلامات الموجودة على الدولار، وهنتفاجئ ببعض المعلومات الغريبة والعجيبة كمان منها. بس قبل ما نبدأ موضوع النهارده ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا. وكان التقايض هو بداية المعاملات التجارية بين الأفراد، وبعدين اتطور التعامل اللي هو بيتم بالفضة والذهب، لكن طبعا لصعوبة التعامل بيهم جت فكرة المعاملات الورقية. وأول عملة ورقية تم طباعتها كانت في بريطانيا سنة 1797. وفي دراسات كمان بتقول ان الصين هي اللي بدأت بطباعة العملات الورقية سنة 618. عموما طبعا حصلت احداث كتيرة وحصلت حروب لغاية ما وصلنا للوضع اللي احنا فيه دلوقتي، وان الدولار هو العملة المسيطرة على العالم، مع انه مجرد ورقة بس الورقة دي بتمثل السيطرة والهيمنة الامريكية على العالم كله. هنبدأ الاول بحدوتة الهرم اللي موجودة على ورقة الدولار الواحد. وحسب الرواية الرسمية إن يوم استقلال أمريكا سنة 1782 عن بريطانيا كلف الكونجرس الأمريكي 3، وهما جون آدمز وتوماس جيفرسون وبنجامين فرانكلين، إنهم يعملوا تصميم ختم للدولة الجديدة. وطبعا اتقدم تصميمات وأفكار كتيرة جدا، وكانوا من اللي قدموا باحث اسمه ويليام بارتون، وده قدم شعار من وجهين، وجه عليه صورة نسر كرمز للقوة بالإضافة لصورة محارب وامرأة تحمل حمامة كرمز كده للسلام. أما الوجه التاني كان عليه صورة هرم ومن فوق عين. الهرم مكون من 13 درجة علشان يدل على عدد الولايات اللي أعلنت الاستقلال وقتها، وطبعا عمله غير مكتمل لاحتمال انضمام ولايات تانية للدولة الجديدة. وحوالين الهرم بقى مكتوب عبارة بمشيئة الرب للأبد. أما العين اللي فوق الهرم بتدل على عين العناية الإلهية. وحسب تقرير حكومي في أول القرن العشرين إن الهرم ده معمول على أبعاد الهرم الأكبر. عموما بقى التصميم بتاع بارتون ده طوره واحد اسمه تشارلز سيمبسون، وأصبح عبارة عن الوجه الأول فيه نسر والوجه التاني فيه الهرم والعين اللي موجودة فوق. واتكتب حوالين الهرم الجملة دي: الرب يبارك تعهداتنا، ونظام جديد لهذه العصور. أما بالنسبة للتفسيرات التانية بتاعت الناس اللي بتؤمن بالمؤامرة وإن العلامات دي ليها دلالة خفية، هم بصراحة عندهم حق. ما هي برضو إمتى أمريكا كانت سالكة؟ طبعا العين بالنسبة ليهم بتدل على الماسونية وإنهم بيراقبوا العالم كله. ثانيا في بومة صغيرة ظاهرة في الورق من فوق بشكل كده صغير، والبومة دي طبعا طائر بيدل على التشاؤم وكمان اللي هو بيراقب من على بعد. طبعا رقم 13 ده ظهر كتير في ورقة الدولار في عدد الطوابق الهرم والشرايط اللي على النسر والنجوم اللي فوق دماغه كمان، وان النسر ماسك في ايده غصن فيه 13 ورقه وفي الايد التانية 13 سهم. وفي فيديوهات كتيره ومقالات اتكلمت عن صوره بتتكون لما بتقوم بتاني ورقه الدولار تانيات مختلفه. يعني مثلا ورقه زي ورقه ال20 دولار لو تم تانيها بالشكل اللي في الصوره ده هيظهر لك مبنى وزاره الدفاع الامريكي البنتاجون وهو بيتحرق. وطبعا الكلام ده حصل سنة 2001. طبعا الغريب انك لو قلبت الورقة وعملت على الطرف التاني هيديلك برج التجارة العالمي وهو بيتحرق، بس احنا هنقول صدفة. بس لو جبت بقى كل الفئات النقدية لورقة الدولار وعملتها بالشكل ده هيديك نفس النتيجة. وهنا الغريب انك لو بدأت بورقة ال5 دولار بنفس الطريقة فهتلاقي صورة البرجين بس لسه مش محروقين، وبعدين ال20 بدأوا اللي هم يتحرقوا، وورقة ال50 برضو اللي هي احتمال احتراقهم. اما بورقه ال100 دولار فبتوضح انهيار البرجين تماما، تحس ان هو سيناريو مرسوم على الفئات المختلفه لورقه الدولار. وطبعا تم طبع نسخه جديده من فئه ال100 دولار سنه 2019. وطبعا الناس بتوع المؤامرات مش هيسيبوا ال100 دولار دي في حالها، فلازم طبعا نفحصها ونشوف فيها ايه. المهم اللي هم طبقوا نفس النظريه بتاعت الرسومات على فئات الدولار، وربطوا الموضوع بحديث لباراك اوباما سنه 2014 بيتكلم فيه عن تخوفه من روسيا وانها ممكن تستخدم سلاح نووي في منهاتن. طبعا لو جيت وطبقت نظريه الرسومات وتطبيق ورقه ال100 دولار الجديده هتلاقي اكن في انفجار نووي في نفس المكان. احتمالات وتفسيرات كتيره جدا هتلاقيها على العلامات الموجوده على ورقه الدولار. بس يا ترى العلامات دي مقصود بالشكل بتاعها انها مؤامره عالميه لفرض السيطره وتوصيل رساله للعالم ان كل شيء تحت السيطره؟ طب هو هل هيحصل فعلا انفجار نووي في منهاتن؟ ده بقى اللي هنشوفه الايام الجايه وربنا يسترها. ولحد هنا يكون خلص فيديو النهارده، وعلشان تتابع معانا ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديدنا.